السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر خرجت من أفريقيا خلاص، صفحة ونقفلها. بس أجدع واحد في الحوار ده هو حسام حسن. معلم معلم حسام حسن. حسام حسن لبس الجمهورين في بعض، وطلع يتخانق مع صحفي، فالجمهورين ضربوا في بعض، فجمهور المغرب جه في ماتش نيجيريا قام مصفر وقت النشيد الوطني، والناس كلها مسكت في بعض، وحسام حسن باشا. ليه باشا؟ ما هو احنا دلوقتي لو كنا خرجنا بالمنظر الغير مشرف ده في بطولة أفريقيا، كنا هنفضل ماسكين في اللعيبة وماسكين في المدرب الفني، وبعد إذنكم شيلوا حسام حسن، بعد إذنكم غيروا لنا قصة العيال اللي احنا بنعملها كل البطولة دي. بس هو معلم. معلم ليه يا معلم؟ لأنه عمل الصح. عمل إيه؟ لبس الجمهور في جمهور المغرب، وخلى الصحافة تتكلم على رد فعل جمهور المغرب مع المنتخب الوطني، وبكده هو يعني برنس. ما حدش واخد باله اصلا من اللي حصل في البطوله خالص. كله مركز دلوقتي ان الصحفي المغربي قال لي ايه على حسام حسن، وابراهيم حسن قال لهم انتوا بقالكم 50 سنه ما اخدتوش اي بتنجان، وهو رد عليهم قال لهم مش قصه عيانه. بص، معلم برنس اللي هو من الاخر ايه، بص على العصفوره واقلب انا من اي حته تانيه. فده راجل برنس يا جماعه، فاهم. وانا عجبني الحقيقه الحوار ده جدا. اما بالنسبه بقى للمنتخب الوطني، فاحنا كمان ما عندناش لعيبه كوره، ما عندناش حد بيقدم حاجه في ارض الملعب. فرجنا محمد صلاح. انا من رايي كفايه بقى محمد صلاح، كفايه يعني نشتغل محليين احسن. احنا والله في المحليين لما كنا بنلعب باللعيبه المحليه كانت الدنيا تمام، والدنيا كانت ماشيه معانا، وثلاث بطولات ورا بعض، والدنيا كانت جميله. كان معانا ميدو الوحيد اللي محترف، وكنا بنقعده دكه ومفيش اي مشكله، ما حدش بيعرف يطلع يتكلم. لكن انت دلوقتي يا معلم، انت بتلعب بمحترفين، مرموش وصلاح، الاثنين ضيعوا ضربات جزاء. الاثنين اول اثنين دخلوا، محمد صلاح كان بيضحك. صباح الفل مش هيشيل الكيكه لوحده، الخرا ده كله مش هيشيله لوحده، فمرموش ضيع. قشطه، صباح الفل يعني. فيا جماعه بعد اذنكم يا ريت نهتم بالمحليين شويه، نلعب محليين. انا بالنسبه لي مصطفى فتحي لو كان نزل مكان صلاح كان هيأدي والله. لعيب مهاري، لعيب هيعرف يقف على الكوره، يرمي لك واحد على واحد، ممكن ياخد اتنين في حته مع بعض ماشي. لكن صلاح ما عندوش الحته دي. صلاح عايز يرمي الكوره وهو يجري في الفاضي، ويلاقي نفسه قدام الجول لوحده فيحطها جول. مش هتلاقيها دي في افريقيا. افريقيا هتلاقي صلاح ممسوك اصلا مع اثنين وثلاثه او حاجه زي الزفت. مرموش اللي ممكن يسد شويه في افريقيا. فيا ريت ما نعتمدش بالاسامي، بلا تريزيجيه، بلا الشناوي، بلا صلاح، بلا الاسامي اللي ملهاش اي لازمه في المنتخب دي. نجيب اللعيبه اللي بتلعب كوره. يا ريت نجيب اللعيبه اللي بتلعب ايه؟ بتلعب كوره، عشان نعرف نلاقي حاجه. ويا ريت نهتم بالناشئين شويه. نهتم بالناشئين، بلاش الاكاديميات والحاجات اللي كلها بقت بفلوس دي. ننزل نتفرج، رمضان دخل علينا اهو، كل سنه وانتم طيبين. ننزل نتفرج على الدورات الرمضانيه في الاماكن الشعبيه، هتلاقي لعيبه تضرب. بص، تضرب اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز ده بمليون جزمه. والله العظيم هتلاقوا لعيبه تستاهل انها تلعب في الانديه اللي بتلعب في الدوري الممتاز، وتعرف تفيد منتخب مصر. اما تلاقي لعيبه كويسه في الدوري بتاعك. ولحد هنا نكون وصلنا للنهايه. وطبعا كانت بطوله جميله وسعيده النهارده النهائي. اكيد كلنا هنتفرج عليه، واكيد برضه هنشجع. المغرب مش عايزين نتساق ولا الكلام اللي بيتقال دوت، وده ما بيشجعوناش، وده عادي. كل بطوله لازم نقعد ننكش في الناس كده، مفيش اي مشكله. كل ما نروح في حته لازم نقعد ننكش في الناس. مفيش غير منتخب مصر، مفيش غير احنا بس اللي بنعمل مشاكل. المنتخبات كلها راحت، واللي خرج خرج، واللي مكمل، ومفيش حد بيسمع له صوت غيرنا احنا بس اللي بنعمل حس وبنعمل حوار للبطولات. فيا جماعه الكوره ما تفرقناش عن بعض. الكوره حاجه للتسليه والترفيه، مش عايزينها انها تاثر على علاقاتنا مع اخواتنا في المغرب. احنا اخوات وهنفضل اخوات، والكوره عباره عن تسليه. انت بتنكش وانا بنكش، انت تقول كلمه انا اقول كلمه، لكن في الاخر وفي الاول وفي الاخر احنا اخوات. لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك عشان يوصلك كل جديد. سلام.